السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ مجدي الحسيني فيديو جديد. النهارده هنعمل الكنبهات. الكنبهات حاجة من وحي خيال الإنسان، هو وذوقه يعني في تقديمها أو عمايلها، لكن هي ليها أساسيات. التوست الأبيض للناس العاديين، التوست البراوني اللي هو البني لو أي حد بيعمل دايت أو ريجيم. وهنا في زبدة ومستردة. زبدة ومستردة أنا بقلبهم مع بعض عشان تبقى ليها تيست كده. كده احنا معانا توست ومعانا القطاعات. القطاعات او الفرن بنقطع بيها ليها اكتر من شكل، البيضاوي والمثلثه والمسدسه، حاجات كتير يعني. بنقطع كده مثلا اهي بالشكل ده، بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. طيب وهنعمل ممكن القلب دوت بالطريقه دي اهي، ونعمل برضه دي. طيب نبتدي ندهن بالراحه الزبده، بس ايدي وايدي نظيفه مفيهاش اي مشكله. يكون عندي معلقه صغيره او معلقه كبيره زي ما احنا عايزين، وبندهن بيها زبده ومستردة. الزبده والمستردة بتعمل طعم وتيست مع التوست. طيب في ناس بتحمص التوست وش واحد، بس انا بخليه كده افضل يعني، الشكل ده افضل. ادي اللانشون بالشكل ده كده، بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل بقى ايه؟ جبنه رومي. يبقى انا بعمل بالفورمه زي ما انا عملت التوست، يعني زي ما انا التوست قطعته بالشكل اللي انا عايزاه، برضو بقطع بنفس الشكل دوت كده. بقطع بشكل الايه؟ القلم برضو. طيب ممكن انا او هعمل كده برضه لانشون ونص جبنه بالشكل ده، وابتدي احط بقى الجرنش من فوق. شايفين الشكل كده؟ شايفين الشكل كده اهو، نص كده ونص كده، اشكال كتير كل واحد وتفكيره. بجيب حته طماطم صغيره بالشكل ده كده، اهو بالشكل كده، وبالخله بالشكل ده. اعمل بقى اتنين مع بعض ممكن بالشكل ده، اعمل نص ونص جبنه ونص لانشون ماشي، اعمل نص جمبري ونص كافيار ماشي. المهم انا بشكل، وده بيتقدم عاده في الحاجات، في حاجات الكوكتيل وفي الحاجات البسيطه اللي بيكون عازمه ناس وبتقدم لها حاجات صغيره مش محتاجه لا شوكه ولا سكينه، محتاجه سيرفيس وبتمر عليهم بيها. كل واحد بياخد واحده او منها بالخله، ممكن بالجبنه الفيتا وحاجات كتير جدا. دلوقتي هنقدمها ونقول لكم ازاي. بسيط من الكنبهات، حاجه بسيطه كده باللانشون والجبنه، وزي ما قلنا الموضوع بسيط بس في شغل كتير جدا، لكن الاساسيات احنا قلناها. توست ابيض او براون مدهون زبده ومستردة. طب حد يقول لي بقى الزبده للبراون؟ لا، لو حد بيعمل ريجيم يبقى احنا بنحط الزبده، بنحط المستردة بس، ندهن المستردة على التوست الايه؟ البراون. لكن لو توست ابيض للناس العاديين يعني يبقى زبده ومستردة، بنقلبهم مع بعض وندهن بيها زي ما وريناكم. وبعدين نحط بقى الجبنه او اللانشون بالطريقه دي، جبنه فيتا، اي نوع اسماك، اي حاجات كتير جدا، بس تبقى منمقه وبالشكل ده منظرها جميل عشان تتاكل بالخله. تتاخد بالخله كده، واسف يعني تتاكل في لحظتها، لا عايزه شوكه ولا سكينه ولا اي حاجه خالص كده، وفي سيرفيز. ده شكل الكنبهات. اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان معكم الشيخ مجدي الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.